هنتكلم دلوقتي بقى عن لون العين في الأطفال. ابني نازل عينيه ملونة، هل عينه هتكمل باللون دوت ولا عينه هتغير؟ لأن ده سؤال بيشغل ناس كتير جدا. طيب، لون العين بيتحدد بصبغة اسمها الميلانين، وكل ما الصبغة دي تزيد كل ما لون العين يروح ناحية الغامق البني والأسود، وكل ما تقل يروح ناحية الفاتح الأزرق والأخضر. في أطفال لما بيتولدوا بيكون لون عينيهم ملون، صبغة الميلانين بتكون لسه قليلة. الصبغة دي بتزيد مع الوقت ويبدأ إن لون عين الطفل يروح للبني والأسود، ونقول لا ده الطفل كان نازل عينيه ملونة وبعد كده نقول لون عينيه غير. امتى اقول ان لون عين طفلي هتثبت على اللون الملون دوت او كده؟ لو وصل 6 شهور. يبقى انا طفل بينزل لون عينيه ملون ممكن لا تغير وتبدا ان هي تغمق واحده واحده، وبتحصل كتير، وهتلاقي اكيد ان انتوا شفتوا اطفال كده لحد 6 شهور لو فضلت ملونه ده اللون اللي هتثبت عليه. وده بيرجع لان الميلانين بيبدا ان هو يزيد، صبغه اسمها الميلانين دي اللي موجوده في الجلد وبتدينا لون الجلد بتاعنا، ودي اللي كل ما تزيد تروح البشره ناحيه اللون الاسود. دي اللي موجوده في الشعر اللي هي كل ما تقل يبقى لون الشعر اصفر وكل ما تزيد يبقى لون الشعر اسود. تمام، دي برضو اللي موجوده في العين. فلما الصبغه دي تزيد تبدا العين تبدا ان هي لونها يغمق، يبدا بني يبدا اسود وهكذا. لو الطفل وصل 6 شهور وصبغه الميلانين لسه ما زادتش لدرجه ان الطفل يبقى لون عينيه بني او اسود، خلاص معناها ان ده اللون الطبيعي بتاع عينه وان هي عينيه هتكمل على اللون دوت. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناة بنختارها، بنعمل سبسكرايب للقناة، بنفعل زر الجرس بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب، الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن روشتة اللي احنا بنكتبها للطفل